الحقيقة الواحد مبسوط وفخور جدا إن في لاعب مصري بيوصل على عرش إنجلترا في كرة القدم. محمد صلاح بيحقق الدوري الإنجليزي، ودي البطولة التانية للدوري الإنجليزي مع ليفربول في المدة اللي قضاها محمد صلاح مع ناديه. ولكن لما تيجي ترجع بالزمن لورا كده وتشوف مثلا رمضان صبحي مع ستوك سيتي، أو أحمد فتحي مع شيفيلد يونايتد، ولا عمرو زكي مع ويجن، الواحد كان بيبقى سعيد وفخور جدا، وكان بيستنى الماتشات دي عشان يتفرج ويشوف في لاعب مصري بيلعب في إنجلترا. ولما كنا مثلا بنلعب بلاي ستيشن كان نفسنا ان يكون في لاعب مصري بيلعب في انديه في التوب ليفل ونلعب بيه في البلاي ستيشن. ولكن محمد صلاح بيكسر كل القواعد وبيكمل وبيقول انا البطل وانا اللي موجود على عرش انجلترا. مش متخيل ان انا عشت وشفت ان محمد صلاح بيرفع لقب دوري ابطال اوروبا. كمان بشوف ان محمد صلاح لاعب مصري بيرفع كاس انجلترا، لاعب مصري بياخد الدوري الانجليزي لمرتين في فتره زمنيه قليله. محمد صلاح بيساهم مع فرقته وبيحقق لنفسه كل الارقام القياسيه وكسرها. انت متخيل ان محمد صلاح هو اكتر لاعب غير انجليزي تسجيلا للاهداف في انجلترا؟ متخيل انا بقول لك ايه؟ متخيل ان محمد صلاح وصل ان هو رقم 5 في ترتيب الهدافين للدوري الانجليزي كله؟ متخيل ان في لاعب مصري حط اسمه وسط العمالقه ووسط ناس بتلعب في انجلترا من قديم الازل؟ فالحقيقه الواحد مبسوط وفخور ان في واحد مصري رفع اسم مصر، وان احنا نقدر نعمل اي حاجه، ولكن محتاجين بس العزيمه والاراده عشان نوصل بس لربع اللي عمله محمد صلاح. الواحد فخور والواحد طاير من السعادة ان بيشوف علم مصر بيترفع في انجلترا. وبكرر تاني، مش متخيل ان انا بشوف لاعب مصري بيحقق لقب الدوري الانجليزي. فاحنا فخورين بمحمد صلاح، وان شاء الله باذن الله مزيد من التقدم والنجاح مع ناديه ليفربول.